واحد ولا يسبنا حتى واحد، اللي بغى يسب ولا اللي بغى يندب ولا اللي بغى يهدد ما نتخلاش على الصحراء الغربيه. هذا ما يدوا حقهم ومن بعد نسمعوا الخير على قضيه الصحراء. قضيه استعماريه، ما اخر مستعمره في افريقيا. إن هذا المستوى من الخطاب يا سعادة الرئيس عبد المجيد تبون، لا يليق برئيس دولة. إن المناصب القيادية تتطلب التحلي بالحكمة والرؤية الاستراتيجية، وهذان العنصران هما ما يجب أن يقودا السياسات الوطنية نحو المستقبل. فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، فإن النقاشات المستمرة حول هذه المسألة قد كلفت الشعب الجزائري مليارات الدولارات. هذه الأموال كان من الأجدر استثمارها في مشاريع تنموية تعود بالنفع على المواطنين. إن الكلفة الباهظة للاستمرار في هذا الجدال اللي لا يحقق أي نتيجة ملموسة تقتضي منكم إعادة النظر في أولويات الشعب الجزائري. انتهت فصول عديدة من تاريخ الصراع، وقد آن الأوان لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي. فالتأمل في واقع الشعبين المغربي والجزائري يدعونا إلى التفكير العميق في كيفية توجيه الموارد نحو ما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار والرفاهية. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، هذه هي الحقيقة التي يجب الاعتراف بها والعمل وفقها. لنستثمر في التعليم، الصحة والبنية التحتية بدلا من إضاعة الزمن والمال في قضايا قديمة. دعينا نعيد توجيه أهدافنا نحو مستقبل مشرق يرتكز على التعاون والمصالح المشتركة. إن التنمية الحقيقية تأتي من الفهم والتعاون وليس من النزاعات العقيمة. فالوقت قد حان ليتجاوز الشعبين خلافاتهما نحو رؤية جديدة ترجى لمستقبل أفضل، حيث يكون التركيز على رفاهية المواطنين وتعزيز الاستقرار بالمنطقة. لنكن جميعا على قلب واحد ونعمل يدا بيد من أجل بناء غد مشرق لشعبين المغربي والجزائري. في ختام حديثي أود أن أوجه نداء إليك لتكون أول رئيس جزائري ليتحلى بالشجاعة والمسؤولية من خلال اتخاذ خطوات حقيقية وجادة نحو إنهاء القضية المفتعلة المتعلقة بالصحراء المغربية بشكل نهائي. إن هذه الخطوات لن تساهم فقط في حل النزاع المفتعل كما تعلم، بل ستفتح أيضا آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار، مما سيكون له تأثير إيجابي على جميع الأطراف المعنية. إن تعزيز المصالح المشتركة بين الدول سيسهم في بناء علاقات متينة ومستدامة، ويعزز من الاستقرار والتنمية في المنطقة، مما يعود بالنفع على شعوبنا ويحقق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.